العميسي صاحب عقاء الذي يتداولون صورته بأنه وجد في أحد سجون سوريا، وأثناء أحداث الربيع العربي تم اعتقاله من الجامعة هو وبعض الطلاب بسبب موقفهم ضد نظام بشار. وبعد متابعة أسرته للسفارات وتواصلوا معهم بلغوهم أنه قد مات داخل السجون أثناء نتيجة قصف الطيران الدولي. المهم وأسرته قاموا بالعزاء والله يرحمه وصلاة الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله من سنوات. الآن اكتشفوا أنه عايش. ما انتصروا على بشار وأفرقوا على المساجين طلع صاحبنا عايش ولله الحمد، ولكنه فاقد الذاكرة كما يتداولونها البعض. لذا ننصح أي يمن يسافر إلى أي دولة سواء لعمل أو لدراسة بأن يتجنب السياسة ويحترم قوانين وسياسة البلد الذي يقيم فيها، ونسأل الله أن يشافي أخونا العميسي وأن يعين أهله ويصبرهم.